هل تعلم أن أسرع لاعب في تاريخ كرة القدم يجري تقريبا بسرعة الفهد؟ إليك أفضل 5 لاعبين من حيث السرعة في تاريخ كرة القدم. المركز الخامس تييري هنري. الأسطورة الفرنسية كانت مخيفة بفضل انطلاقاته السريعة، حيث بلغت سرعته القصوى 35.5 كيلومتر في الساعة، مما جعله سلاحا خطيرا ضد الدفاعات. المركز الرابع أريين روبن بسرعة قصوى بلغت 36.2 كيلومتر في الساعة. كان الهولندي لا يمكن إيقافه، سرعته مع مهارته جعلته كابوسا للمدافعين. المركز الثالث غاريث بيل الجناح الويلزي. في قمة مستواه تم تسجيله بسرعة 37.3 كيلومتر في الساعة، صاروخ حقيقي على أرض الملعب. المركز الثاني كيليان مبابي بسرعة قصوى 37.5 كيلومتر في الساعة. يعد الفرنسي سلاحا فتاكا في الهجمات المرتدة، تسارعاته المدمرة تحطم خطوط الدفاع. أما المركز الأول فهو لاعب لا يشبه أي لاعب آخر، بسرعة قصوى تصل إلى 38 كيلومتر في الساعة. يعتبر ببساطة أسرع لاعب في التاريخ. هل تعرف من هو؟ اكتب في التعليقات.